بسم الله الرحمن الرحيم. وتتبعي قناة خلاص عبد القادر، مرحبا بكم. تنتلاقاو من جديد في حلقة جديدة وجريمة جديدة. في البداية غادي ندير واحد التنبيهات. كاين بعض الناس تيشريو ولادهم موطورات، تيكون الدري قاصر او شاب يلاه بلغ مثلا واحد 20 عام 22 عام، تكون ولادهم عزيز عليهم، عندهم الفلوس وتيبغيو يتهلاو في ولادهم، تيشريو ليه موطور. تشوفوهم الدراري في الزنقه بالموطورات. كاين اللي ولدهم تيكون صغير قاصر يبكي عليهم ويغوت في الدار وبغى تروتينات. الدراري كلهم شراوهم وانا ما شريتهاش، الدراري كلهم داروا وانا ما درت شيء. المراه تتغلب في الراجل على لا شري لي ما خصنا نصدع، الدراري كلهم شراو تيشريو ليه في التروتينات. كاين وحدين تيشريو ولادهم دي غولور ما عندهمش شرح بالعربيه، وكاين غنقول لكم كيفاش دايرين. تيديرهم في الصباط ديالهم في رجليهم، عندهم 4 الرويض تيدخلوا فيهم كيف بحال الصباط في رجليهم وتيمشيو تيديروا هكا في الزنقه. تشوفوهم هكا راهم وصلوا بهم بزاف ديال الضحايا كانوا ديال حوادث سير سيرتو قاصرين، راك تشوفوهم كيفاش تيديروا تيسقوا في الطوموبيلات وداك الشيء وهذا. هاد الناس اللي تيشريو ولادهم هاد الالات خصهم يعرفوا غير واحد القضيه، ما تيتبعوش ولادهم شنو تيديروا بهم في الشارع. تيشريو ليه موتور وما تعرفوش كيفاش تيمشي في السرعه، تيشريو ليه موتور صافي تيركبها مشى، ما تردوش ليه البال على الكاسك، يهز الكاسك ولا ما يهزوش. فين غادي؟ انا غادي خارج دير الكاسك وصافي تيقول له وصافي تزيد مع الطريق. لان هذاك النوع من الدراري راكم تعرفوهم، دوك اللي تيغلبوا على والديهم واللي تيغلبوا على مواتهم، والام تتغلب على الاب، لان الام هي تتربي تتولي غالبه على الاب يعطيه الفلوس. تكون واحد الولاد شويه قبيحين وداصرين ومواتهم دصرينهم، بغا موطور شريو ليه موطور، بغا دي غولور شريو ليه دي غولور، بحال الدراري تروتينات شريو ليه تروتينات، لكن ما تيتبعوش هاد الدري. كيما قلت لكم واش تيدير الكاسك ديالهم تيخرجوا ولا ما تيديروش شيء. السرعه اللي تيدير في الزنقه ما عارفاش مو كيفاش تيسرع وكيفاش تيطير في الزنقه، هي ما عارفاش. تشوفوا دخل خرج ان هي ماشي في هذا العالم. المهم هو سكتها شاتي موطور سكتها. تتسق الاخبار بانه دار حادثه سير، تضرب حادثه سير ولا مات تقتل، عاد تجي تبقى تحل فمها هي وبا تيغوتوا انا اللي على وليدي وانا اللي كذا كذا، وهما اللي نطوبت الله تيقطوا في عباد الله، وفينا هذا المخزن، وفينا السي الحموشي، وبغينا السي الحموشي، وبغينا المدير العام الامن الوطني، وبغينا السي صاحب الجلاله، واش ولادنا يتقتلوا في الطريق. اليوم راه كاينه حمله في الدار البيضاء على الموطورات. الموطورات سببهم كثرة الحوادث السير المميته. خرجوا البوليس يوقفوا الموطورات اللي ما عندوش الكاسك، اللي ما عندوش كذا، اللي ديال السرعه، اللي ديال ديك الشاكمه اللي بر تيجمعوهم. الوالدين كما قلت لكم ماشي شغلهم، تيشري موطور ماشي شغلو، ما يعرفوا عنده واش تيسرع وما تيسرع، تدير الكاسك ما تدير الكاسك، اش يدير في الزنقه بداك الشيء اللي شرا ليه ما تيهموش، حتى قلت لك تيموت عاد تيخرج تيبقى يحل فمو في الزنقه ويهضر. ولكن هما المسؤولين. المجرم الاول هي ديك الام، المجرم الاول اللي سبب في حادثه سير واللي قتل داك الدري او تصاب معها مستديمه او تهرس او كذا، هي الام اللي شرات لي غولور. داك لو غولور لان الام هي المسؤوله الاولى عن التربيه ديال الولد، والاب في التالي. احسن دوله في العالم هي اليابان في التربيه. علاش؟ عطاو المهمه للام. الام هي اللي قريبه من الولد، هي اللي قريبه ليه، هي الاولى على التربيه. واش تقولوا وباه راه تيعيا خاصم عليه وهكذا تهضر خاويه. الام هي الاولى، الام هي اللي كان على تقول لي ماشي شي موطور غيدير حادثه، ماشي شي غولور خطيرين، لا ما ديرش. لان الاغلبيه الام هي اللي تتعاون ولدها باش يضغطوا على الاب، سيرتو تيكون شي اب نفس بارده ماشي في هذا العالم مغلوب تيدير براسو غا شري ليه موطور. اذا تتوقع حادثه سير تيموت الدري ولا يكرس ولا يدخل يضربو، راه هذوك الوالدين هما الاولين مسؤولين على الحادثه، هما اللي سببوا في الحادثه. اولا خصهم يتحملوا مسؤوليتهم، خصها من تموت من يموت ذاك الدري بحادثه سير. بعد الناس يبقى يقولوا يعوذ بالله تذكر الموت. تنقولها من يموت ذاك الدري بحادثه سير ما تبقاش تحل فمها
انا نجي من الطوموبيل تيعاودوا لي الناس داك الموطور مع السكران ولا ما عرفت، جيت تدخل لي في الدري ولدي، والدري غادي غير بشويه، والدري نقول واش هاد الهضره هادي، خاصها تقول انا سبب ولدي، انا شيت لولدي الموطور، انا شيت لولدي لي غوليت لي غولور، انا شيت لولدي لي غوليت، انا شيت لولدي، انا اللي عاود ما ندير ولدي يقرا ويتبع قرايته، هذا شاري ليه موطور، عاود ما يتبع قرايته غنشري ليه غولور، انا هنا هي تحمسوا ليها. الرازعه اولا ماشي تحملها المجتمع وتحملها الناس اخرين ويقول شو ولدي كذا الناس هما داك مول الطوموبيل هو اللي خصو يقول سي الحموشي، ماشي انتيا داك اللي خدا ولدك هو اللي يقول سي الحموشي، حيدوا لنا هاد المساخيط. شتي يديروا في الطريق البراش بالموطورات، فين يمو فين يبوه، شتي يديروا بك لي غولور شادين في الطوموبيلات، فين يمو فين يبوه، فين تخوتينات غاديين، فين يمو فين يبوه، صافي تلصقها في الدوله انت وتهزو هذا ودي تحطو في السبيطار السويسي ولا تحطو وتبقى تعاود في الزنقه تقول لهم السبيطار ما تهلاش عباد الله، انا ولدي مكرسين عليه، بقيتو منعسينو في الارض حشومه، وداروا لي القبصه دي دابا تقريبا 15 يوم ما داروش لي العمليه، مات تحسب على الدوله هادشي هذا. تلقينا انت ولد بالزنقه موطور قاصر تركبي تعطيه موطور، باقي شاب وتعطيه موطور يقول لي جري وما عنده حتى شي غرض غير يجري، وتعطيه ليه غولور تشريهم ليه في الاخر تقول لي ما بقى في السبيطار تربح، راه الدري عندنا مزود في السبيطار، انا تتخطى الطبيبه قلت لها هذا ماشي مغربي حتى هو مغربي، حتى هو عنده حق الدواء، ماشي مغربي، وانت اللي ديتي هذيك المصيبه وانت سبابه في ديك المصيبه. سيري داو ولدك وسدي فمك، الا عندك شي فلوس باقي عندك من ديال الموطور ديال الكلينيك، ما بقاوش عندك يشد الصف معك بحالو في سبيطار العظم. نتمنوا من هادشي تيقلق والله العظيم. للاسف الوالدين عندنا في المغرب واحد الاغلبيه واحد 60% ماشي في هذا العالم في التربيه ديال ولادهم، ما كاينينش في هذا العالم هذا، وحسبوها على الدوله. تلقى ولدها يدير لنا اجرام في الزنقه ويدير مشاكل ومن تشد وتقدم محكمه، اللهم هذا ظلم. الحلقه ديالنا اليوم تتعلق بواحد جريمه قتل. واحد مول الحانوت جا عند الدرك الملكي قال لي ودي انا عندي حانوت، الحانوت عندي في واحد الدار فيها 2 زيتاج 2 طوابق، انا عندي الحانوت لتحت وكاينه ومولات الدار كاينه مرا بوحدها كاريه ليا الحانوت. قال لهم هذيك الدار مفرشه بريمي ايطاج ومفرشه دوزيام ايطاج. بريمي ايطاج تتكريه مولات الدار تتكريه مفرش، وليطاج الفوقاني ساكنه فيه. تيقول كانوا شي كرايه عندها وخرجوا في حالهم، شي ناس كاريين وخرجوا في حالهم، وهي بقيت انا لتحت وانا كاري عندها ديما وهي الفوق. هاد المراه ديما تتبان، ديما تخرج عندي تسلم عليا تهبط لي اتاي كذا. هاد الايام ما خرجت شيء تماما. انا ظنيت بان مشات عند بنتها لان عندها واحد بنتها بعيده شويه في واحد الدوار، تنمشي عندها تشد الطاكسي تمشي عندها، ومول الطاكسي تعرفوا ان ديما تيجي يديها من تما وما بان شيء، ولكن كاينه واحد الريحه كبيره خارجه من الدار. انا راه شاد واحد الجهه من الحانوت تنبات فيها داخل، ما بقيتش تنقد نبات في الحانوت، الريحه عطات بزاف حتى شي جيران تما راه شموها. هاد ما عرفتش هاد الريحه منين جات، الله اعلم، واش من عند الدار الحاجه هذه اللي كان عندها، واش شي جهه تما، حيت حتى الناس ما عرفوش منين جات. وانا لا استبعد كما قال لهم تكون الريحه من دار الحاجه الله يحفظ. الدرك الملكي اللي تلقاو هاد الخبر دار محضر السيد على هذا تيقول وانتقلوا لعين المكان. فعلا لما وصلوا تما او كاين ريحه بزاف. خبروا السيد وكيل الملك. من الحاجه اللي سولوا عليها هذاك مول الحانوت قال واش هاد السيده عندها شي حد من عائلتها هنايا؟ قال لهم ايه عندها بنتها راه ساكنه بعيده شويه تقريبا واحد 20 كيلومتر فين ساكنه في واحد الدوار، وانا ما تعرفش بنتها فين ساكنه بالضبط، ما تعرفش مثلا الدوار ديالها ولا كذا، ولكن انا تنعرف واحد مول الطاكسي راه ديما تيجي يديها من الباب من هنايا
ولدها اللي في الخارج هضر مع داك مول الطاكسي تيقول لها جي دي امي، هو اللي تيديها عند بنتها تجلس عندها نهار يومين 3 ايام قد ما جلسات، ومول الطاكسي هو اللي تيردها، تيتصلوا به بالتليفون. قال لي واش مول الطاكسي تتعرفوا؟ قال لي ايه تنعرفوا، راه تيكون بمحطه سميتو مشاو للمحطه الدرك الملكي ما بغاوش يحلوا الباب، قالوا بيسكو كاينه بنتها تكون بالحضور ديال بنتها. مشاو للمحطه فعلا تعرفوا داك السيد تيهز غير تما غير النواحي ديال ديك القريه تيدي هنا معروف. عيطوا عليه جا قال لي هذيك البنت بنت فلانه فين تديها اين دوار؟ قال لي ما نوريكم الدوار فين تديها. هزو مشاو داو هذاك الدوار لقاو بنتها مجوجه عندها وليداتها. سولوا على امها قالت لهم امي راه ما جاتش عندي تماما، وانا هذه واحد نقول لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام ما جاوبتنيش في التليفون، انا بغيت نمشي عندها فاهمه لها، ولكن بعض المرات تعطل عليا 4 ايام، بعض المرات 5 ايام، بعض المرات تدخل انا في شي نقاش كاع تغضب عليا شي 10 ايام تنعاودوا نتصالحوا، ولكن هذه ما وقع بيناتنا والو، وانا بغيت نمشي عندها لقيتوني غادي نمشي عندها اليوم ولا غدا نمشي عندها. قال لي الله معنا. داو البنت قال لها امك ما جاتش عندك؟ قالت لهم لا. هاد الريحه راه كاينه سميتيها اييه هاد الريحه راه 11 كيلو، تقول الام ديالك توفات ولا شي حاجه. انا غنفتحوا الدار بحضورك. تخبرت النيابه العامه بموافقه البنت تحلت الدار. علاش تنقول هاد الجزئيات الصغار؟ خبر النيابه العامه موافقه البنت تحلوا الدار. مثلا هنا تنهضر مع الشرطيين اللي باقيين مفتشين ولا كذا ولا حراس الامن ولا كذا، هذه معلومات نعطيوها لهم بانه ما تحلش شي الدار، تتخبر النيابه العامه تعطيك باش تحل، ونشوف واحد من العائله ديال مول الدار باش يكون حاضر كشاهد على داك الفتح وداك فتح الباب ديال ديك الدار وشنو غيوقع لداخل. يكون حاضر من العائله، بنتها من العائله تكون حاضره تيدير لها محضر، تتقول فيه بالمحضر، يكون محضر ولو بالستيلو في السياره كاع ديال الشرطه ولا ديال دارك بالستيلو بسرعه تقول انني ابنه المسمى فلانه التي تقوم بهذا المسكن، وقد بلغ الى علمي من طرفكم بان رائحه من واحد الريحه تخرج من نقول لكم بالدارجه رائحه تخرج من الدار كذا كذا، وجيتوا باش تفتحوا اني اوافق، انا تنوافق باش تفتح الدار هذه، انا بنتها تنوافق باش تفتح الدار، موافقه تفتح الدار. فتحوا الدار تلقاو الام طيحه وسط المرح ميته، كاين دم بزاف، بدات تتعفن تعطي ريحه نفخات، بدات تعطي ريحه بزاف والدم كاين. استدعاو الطبيب الشرعي اللي جا لعين المكان باش يشوف انتداب طبيب عيطوا للطبيب، جاو انتدبوه، جاو بتعليمات السيد وكيل الملك باش يشوف. شاف السيدة تيقول هاد السيدة راه مضروبة في الراس واحد الضربة كبيرة، أي ديك الضربة باينة ماشي ديال السقوط أنها طاحت، لا من ضربة واللور ديال راسها للقدام ضربة كبيرة، أي أنها مقتولة. البنت بدات تغوت وداك الشيء، ولكن بقات تقلب في العنق ديال أمها. الدار كي قالت شنو تتقلبي؟ قالت لي أمي راه ديما دايرة هنايا راه عندها تقريبا واحد 12 دلويزة ديما أمي دايرة في عنقها، امي ديما دايره واحد الدباج في يديها، الذهب هذا الشيء هادو ما كاينين شيء. اذن هنا تبين بان القتل من اجل السرقه، اللي قتل من اجل السرقه. داروا المعاينه الدرك الملكي، هزوا المراه من تما بحضور الدرك الملكي. البنت بقات تتقلب في الدار ديال امها، عارفه امها تحط في ليساتها، عارفه امها تحط بعض التيب ديالها اخر، عارفه امها تحيد الحاجات اللي عزاز عليها. بقات بزاف د الحوايج مسروقين اللي هما خفاف يتهزوا في اليد، حوايج يتهزوا في اليد بحال الذهب بحال الفلوس بحال كذا، واللي عندهم ثمن. هنا تقول مكان هنا تتحط امي فلوسها هي الصندوقه مرميه، هنا امي تتحط كذا، هنا امي تتحط كذا، هذا الشيء ما كاين شيء وهذا الشيء مسروق. داو المراه مسود على الاموات، خرجوا البنت جابوها، سدوا الدار، استدعاو مالين بعدا، استدعاو الناس اللي جاو نظفوا ديك الدار باش تحيد الريحه، نظفوا الدار مسحوا داك الدب وداك الشيء تحيد الريحه، سدوا الدار. البنت مشاو معها داوها لابريكاد هي وداك مول الحانوت، والحانوت تعاود يبحثوا معاه
انت مول الحانوت انت هو ديال تحت، واش ما شتيش شي حد يطلع عندها، واش ما شتي شي كذا كذا؟ قالت لي لا ودي انا اخيرا راه بنتها كانت تجي ديما، راه زادت شي في هذاك دارت اصلاحات في في الدوزيام في الطابق الثاني، دوزيام ايطاج ديالها كانت فين ساكنه هي، دارت اصلاحات، بدلت شي كوزينه ودارت شي حاجه. كان هادي تيجي عندها واحد المعلم بناي، كان تيجيب مع جوج الناس ولا تيجيب معها واحد، من بعد ولا تيجيب وحده. البنت تقول انا تعرف ذاك البناي اللي كان عند امي، وانا اللي جبت لها امي البناي، بغات تبدل شي حاجه في الكوزينه وداك الشيء جبت لها البناي. وانتي تصنتوا البنت وانتي فين كنتي هاد الايام؟ انا كنت في داري، انا تقريبا غادي نقول لكم واحد 7 ايام ما جيتش عندها، سيمانه ولا هكاك سيمانه ما جيتش عندها. اتصلتي بها بالتليفون ما تجاوبنيش، اري التليفون ديالك ها هو، لقاو كاين اتصال، الام تتصل بالبنت، البنت تتصل بالام ديالها، ولكن ما كاينش رد، ما تجاوبهاش. الراجل شنو تيدير؟ الراجل سيدي فلاح، سلعه وراجلها جا لعين المكان. عندك شي خوك كبير؟ عندك شي؟ لا ما عنديش، عندي خويا في اسبانيا، خويا في اسبانيا مشى سيدي حارق، هادي راه دابا 6 سنين هو حارق، تيعاون امي تيصيفط ليه الفلوس، ما نخلوش عليكم تيصيفط لنا فلوس بالمعقول، هو في اسبانيا، ولكن ما بقاتش تجي، ما عنديش الاوراق، ما جاش سيدي، ولكن خدام تما. راجلها فلاح مسكين داخل سوق راسو، شي ولد عندها كبير ولا شي حاجه تيجي عندها، ما عندهاش، عندها وليدات صغار. هذيك امها هي اللي شاده السر ديال امها والامانه ديال امها، وبينها وبين المهضره عارفه كل شيء، عارفه كل شيء. هي من تجي المنظر، تجي في سميتها، هي من عند خوها، من عند خوها في اسبانيا تجي سميت البنت، وهي تمشي تصرفها وتعطيها لامها. كل شهر يجي تيصيفط لها هذيك البركه، تمشي تصرفها تعطيها لامها، ما عندهمش مشكل في هذا الشيء هذا. مول الحانوت ما عايش بوحدو، تيمشي للبلاد كل 3 شهور 4 شهور، تيمشي للبلاد، عنده داخل واحد السكنه داخل في الحانوت ديالو، عنده مده هو ساكن عندها قديم، مزيان معاها مزيانه معاه، قلبوا ليه المحل ديالو، قلبوا ليه داك الحانوت ديالو، ما كاينش شي حاجه ديالها او شي حاجه خداها ولا كذا، الا واحد البراد واحد الصينيه. البنت تقول ايه امي تتهبط لي اتاي، قال انا متى تهبط لي داك اتاي بعض المرات حتى تجي تديهم هي ما جاتش تديهم، قلت انا عند بنتها ما عنديش مشكل في هذا الشيء هذا. اذا بالنسبه لمول الحانوت وبالنسبه لبنتها لا دخلوا في هذا الشيء هذا، لا دخلوا في هذا الشيء هذا، ما عندهمش شي. انا نشوف البنايه، البنايه عرفت علم البنت، مشى جابوا البناي، جابوا واحد السيد بناي، جابوه قال لي ودي انا هذه مده، هذه واحد 20 يوم ولا اقل، جيت صوبت لها واحد الكوزينه الفوق، بدلت عليها، صوبت لها واحد القادو، صوبت لها شي خدمه، خلصتني، وانا بنتها تعرفني انا بناي، كاع الدوار تعرفوني بناي، ومشيت في حالتي. نمشيو معاك لدارك، مشاو معاه لدارو، قلبوه في الدار ما عنده والو، عطينا الخدامه اللي كانوا معاك، 2 الخدامه اللي كانوا معاك، مشاو جابوا 2 الخدامه اللي كانوا معاه. دوك الخدامه خداو استعمال الزمان ديالهم والوقت فين كانوا وفين مشاو وفين جاو وفين كذا، لقاو بانهم من كانوا 2 كملوا الخدمه ديالهم، مشى واحد في حالته، خلى غير واحد معاه كملتها، واش شي مرطوب وشي حاجه، مشى في حالته، قلبوا لهم ديورهم، هادشي ما كاين، ما عندهم والو. هادشي اللي قاموا به الدرك الملكي واللي تيقوم به الشرطه او ضباط الشرطه القضائيه كما كانوا في السرقات هادو، هادشي تيطلب واحد الوقيت، هادشي تيطلب واحد 10 ايام ديال البحث ولا 12 يوم ديال البحث ولا 15 يوم ديال البحث، لان جيب البنت بحث معها، بحث مع مول الحانوت، مول الحانوت تيديك يقدر يديك حصه العمل كامله، يديك نهار كامل تتسول فيه، تمشي مع الحانوت وتقلب الحانوت وترجع وتقلب التليفون ديالو وكذا وكذا، تجيب البنت تسول البنت وبقى تبحث معها، تمشي معها لدارها، تشوف راجلها، تجيب راجلها وتسولو، وتقلب تما في الدار واش ما عندها شي حاجه ديال ما، وتشوف التليفون ديالها وكذا وكذا، تيطلب وقت. جيب البناي ما غيجيبوه، ماشي يقد البناي مثلا يجيك اليوم، يقد يقول لا راه مشى للسوق، لا راه سافر، راه غيجيب هنا 3 ايام، ويجي داك البناي وتبحث معاه واحد النهار كامل وتبوانتيه، تشوف التليفون ديالو، تشوف هذا، وتقلب لدارو، وجوج خدامه راه ماشي واقفين قدامنا بريكاد ولا قدام كوميساريه، تخرج تجيبهم وتبحث معاهم، هادشي تيطلب
شو هذا الشيء، هذا العمل كيطلب وقت. البنايه ما عطاو شيء، مول الحانوت ما عطا شيء، البنت ما عطات شيء، ولكن مول الحانوت انا باش تهضر على التبليغ. مول الحانوت لما مشى فحالهم قال بون ملي تيقول واحد سير فحالك ونروح باقي ما لقيناش ما مواليهاش نقول قتل غنولي يبقى راه اشارتنا، ماشي غتبقى تمشي فحالك راه من نعيطوا لك اجي، هذه راه مبينه واضحه، لا البنت لا هذا لا البنايه لا كلشي من نعيطوا لك اجي. الله يهنيكم. مول الحانوت جا بوحدو من جديد تيقول واحد الكلام، قال لك اسيدي هاد المراه الدار اللي عندها الوسط نفرشها وراها تتكريها، نفرشها تتكريها 4 ايام 5 ايام 6 ايام 7 ايام، ولكن نقول لكم واحد القضيه راه ماشي تتكريها عزكم الله الناس يديروا الفساد ولا هذا ولا هذا، لا تتكريها البيئه والشريه. الرجل كان بيئه الشري الله يرحمه، وكان فلاح كبير تيبيع ويشري، ودوك الفلاحه اللي كانوا تيبيعوا ويشريو معاه كان تيبيع ويشري في البطاطا في الخضره في الزيتون، تيشري الجزره هذيك كما تنقول تيشريو الجزره ديال البطاطا ما تيشري الخضره بالكرو وتيدفعوا المارشي كرو، تيدفعوا لاكري، تيدفعوا سوق الجمله. العمل اللي كان ديال الرجل، وكان عنده صحابو تيخدموا معاه في هذا الميدان. هاد صحابو كانوا تيجيو ينعسوا عنده لما تيجيو مثلا من كازا، من تيجيو من سلام من الرباط تينعسوا عنده. تيقول ودي راه واخا مات الراجل راه بقاو شي وحدين تيجيو هنايا، واحد المجموعه تجيو ناس سلاويين تيجيو هنا بيئه شريه خضاره هما 4، ومن تيكون مثلا لقاو شي فلاحه ديال البطاطا موجوده تيشريوها، لان داكشي تيطلب، لان باش يشريو واحد 3 قطارات و4 قطارات ديال البطاطا وياخذوها من توج ويديو في الكامل تيبيعوه ماشي في نهار، تيبقاو يديو بشويه كاين ديك المده تلقى 3 ايام 4 ايام تينعسوا عندها كما ورثو داكشي على رجلها، وكانوا تيخلصوها بالمقابل. راجلها كان تيدير فابور كانوا تيخلصوها على المبيت، وكانت تطيب ليهم وداكشي اللي بغاو. كان تيجي وقت الزيتون تيجيو تيخدموا الزيتون تيبقاو عندها سيمانه 10 ايام كذا تيجيو. هذوك الناس معروفين صحاب رجلها. البنت تاكد هذه الهضره لما عيطوا البنت قالت لهم ايه امي كان تيجيو عند دوك الناس كانوا صحابها الله يرحمهم، وبقاو تيجيو غير دابا تيخلصوها الصراحه. الا كانوا 4 ايام خلصوها 4 ايام 5 ايام يخلصوها على 5 ايام، وتيجيبوا لها اللحم والدجاج وكذا وتيمشيو هما العمل ديالهم، ولكن تيجيو تيلقاو الخدام موجود وتيمشيو يخدموا وتيلقاو العشاء موجود، رغم انها مراه كبيره في العمر ولكن قاده بشغلها. اذا شكون هما هاد الناس ب4 بدنا نعرفوهم. البنت عطاتهم معلومات ديال دوك الناس وعارفه دوك الناس، وعارفه حتى التليفون ديال شي 2 منهم. قالت لهم ها هما هاد التليفون ديالهم كذا دارك استعملوا التليفون. جاء واحد من دوك الناس ياكد تيقول يا سيدي كنا تنجيو عند هاد المراه هادي، كنا تنجيو عندها وديما تنجيو عندها متى توجد البطاطا تنجيو، توجد الزيتون تنجيو، تدوز المطيشه عند شي واحد من الكليان ديالنا تنجيو، وتندوزو عندها 4 ايام 5 ايام وتنعطيو هذيك البركه الرزق ديالها. حنا عمرنا ما بخلنا عليها، ونجيبوا لها بطاطا ونجيبوا لها الخضره ونجيبوا لها داكشي اللي بغات. هذيك بحال الوالده ديالنا تنجيو عندها فريشه نقي وتنباتوا سيدي وتمشيو فحالنا. شكون هما الناس اللي معاك؟ دابا جاوبوا واحد فيهم. شكون هما الناس اللي معاك؟ معايا 3 الناس سيدي، انا هو الرابع. نجيبوا هاد الناس. مشى علم دوك الناس، دازت واحد 4 ايام جاب دوك الناس كاملين جاو عند الدرك الملكي، بداو تيبحثوا معاهم بواحد كل واحد فين ساكن، واش مجوج ولا لا، واش هاد العمل ديالو تيمارسو ديما تيدير شي عمل اخر، واش عنده سوابق وكذا. حتى واحد ما عندوش السوابق. نتاقلوا معهم والدور ديالهم باش تنقول لكم شوف تماره كي دايره. هز سيدي دوك الناس وسير ديهم بعد استشاره النيابه العامه، وسير معاهم انتقل لمدينه سلا وشوف ديورهم واحد بواحد. دخل قلب هنا باش تيقلبوا على اللويز ديال المراه، تيقلبوا على الدبالج ديال المراه، تيقلبوا على الفلوس ديال المراه، تيقلبوا على شي حويجات اخرين مشاو مهمين ديال المراه اللي هما عندهم في المحضر اللي قالت البنت. مشاو تيقلبوا ما لقاوش عندهم. هاد الناس هادو 4 في البحث ديالهم راه ماشي 4 دوزوهم في ساعه ولا انتقلوهم في نهار واحد. هادشي تيطلب واحد اسبوع تقريبا ديال الخدمه مع هاد 4. انه استعمال الزمن في مشيتي فيه كنت يسوم دير. هاد الناس خرجوا خاويين ما عندهم حتى شي حاجه، ما داخلينش في القضيه، ولكن بقاو راه اشارتنا ديما بقى سيدي من نبغيكم نعيطوا لكم نحضروا سيدي، نقول لكم اجي وتجيو واخا سيدي ديال المحاضر عمر المحاضر والبحث يتبع. شي ما عطات حتى شي حاجه. القتيل ما هذا السبب
القتيل تعرف المرأة دخل عليها وضربها الراس ديالها، خلى شي علامات ما خلاش، شي بصمه اللي تسدك الوقت، شي بصمه مهمه ما كاينه شيء. شكون هذا غيقتل من اجل السرقه؟ غيجي عند هاد المراه وتحل ليه الباب ويطلع ويجلس وهي المراه. كل شيء العينين داك مول الحانوت اللي تيطلع واللي تيجي واللي تيمشي قدامه، تيطلعوا قدامه تيشوف هو مول الحانوت ساكن تحت من غاد البال، لان ولدها اللي في اسبانيا، ومصي مول الحانوت، مصي عندك امي عطيها اللي بغات دير معها. تم اتصال بالولد هاتفيا من طرف الدرك الملكي، لان اخته خبرته الام، تيقولوا ودي عطينا شي معلومات اللي انت يمكن تشك انت في شي واحد واخا انت في اسبانيا، تقول انا اللي دار لامي هذه القضيه هو فلان ولا فلانه. الدري قال ودي انا ما عرف شيء، انا اللي عارف انا امي ما تيجي عند حد الا تقولها لي وكذا الا لا جات اختي عندها، تعرف اختي تجي وتنقول شحال مرة تنقول لها هاي كنمول الطاكسي باش نديك عند اختي جلسي عندها هذه السيمانه شي مناسبه، سيري عند اختي ديري لكن انت مريضه هبطي عند اختي كذا. جاو عندها البنايه في خباري، اختي قالت لك تعرف دوك البنايه تيقولوا، وتجي عندها ديك الخدامه مره تجمع ليها الدار. الخدامه بانت، الخدامه ما كانتش مذكوره، حتى بنتها ما عطاتش اهميه الخدامه تجي مره في السيمانه، ولكن استدعاو مول الحانوت جا قال عندها واحد الخدامه تجي مره في السيمانه، تجي الخدامه عندها، ولكن والله انا ما عرفتها فين ساكنه. البنت تقول هاد الخدامه جابتها امي، هي اللي جابتها، ما جبتهاش انايا، جابتها امي وكانت تدير مع امي مره في السيمانه. سيرتو ملي تيجيو دوك الناس اللي تيبيعوا في الخضره وداكشي، تجي تتعاونها وتتمشي. اذا فين ساكنه هاد المراه هادي؟ بعد واحد البحث دقيق تمكنوا من التعرف على الخدامه فين كاينه، فين ساكنه. مشاو عند الخدامه تما، قالوا لهم لا راه كانت ساكنه مع واحد البنت هنايا ساكنه، ولكن رحلات ما بقات ساكنه تما. فين ساكنه؟ شنو سميتها حليمه. شنو اخر؟ حليمه. واش تعيطوا لها؟ حليمه. كي دايره؟ طويله شويه. كيفاش طويله شويه وتلبس جلابه، مره تلبس خضراء مره زرقاء. دوك المعلومات اللي ما تنفعوا والو. ها هي كاينه حليمه خدامه، ولكن فين هي؟ البنت اللي مشاو عندها تقول كان ساكنه معايا. جاوا ديك البنت تتقول لهم ودي انا هاد البنت تنعرفها، تعرفت انا وياها، تعرفنا في واحد المعمل كانت تدير الشامبينيون، تدفع الشامبينيون للخارج، الفقاع تدفعو للخارج، وتعرفت معها وتصاحبت معها موده وانا معها ماشي لا. وكانت هي تتكريم هنا لهنا تكري هنا، وهي بنت سلا وتجي من تما تخدم معنا هنايا. والمهم بوحدها قالت لي انا غنبقى ساكنه هنا، وانا واحد السيد بغى ياخذني وبغى يتزوج بيا وبغى كذا وبغيت نسكن معاك. قالت اختي الله يعاونك، مشات سكنت معاه. ونقول لكم سكنت معاه فانا في الدوار، ولكن هو ذكرت واحد الدوار اخر، هو قالت لي بانه هو الدوار كذا بلا ما نقول الاسم، واحد الدوار فلاني. قلت تما كنا عمري ما مشيت عندها انايا، ما عرفتش تلاقيت بها. عندك شي تصويره معاها؟ عندك شي حاجه؟ ولا اخويا ما مصوراش معاها، عمري ما تصورت معاها. احنا عندنا معلومات على وحده سميتها حليمه خدامه وكذا. ولكن الا جينا نشوفوا حليمه وشنو مع البنت وشنو مع مول الحانوت. حليمه كانت تجي مره في السيمانه، ولكن وقعت ديك الفاجعه، ما جاتش حليمه كاع، ما جاتش كالعاده. ما جاتش حليمه تقول انا جاي نخدم وتقول مول الحانوت ولا باس كيدير شويه بخير حاجه هنا والدق وكذا كيما ملفه. ما جاتش السيمانه الاولى، السيمانه الثانيه ما جاتش حليمه. واش حليمه تساقط خبر سيده ماتت تخلعت، ولا حليمه عندها شي قضيه بداك الشيء؟ وشكون هي حليمه؟ وبقينا نبقاو يقلبوا الدرك على حليمه. شكون هي حليمه؟ الدرك تيقلبوا. كان واحد النهار السوق هو يجي مول الحانوت، باش نقول لكم على المواطن الصالح اللي تيبغي الخير، المواطن اللي تيبلغ على الجريمه مواطن صالح مع الله ومع العبد. المواطن اللي تيبلغ على الجريمه كما قلنا في التبليغ، المواطن اللي تيقول للبوليس بالتليفون ولا بهذا او بشي طريقه او بغى شي صاحبه امشي الشرطه القضائيه ويقول فلان تيبيع قرقوبي، راه مواطن صالح، راه ماشي ابرق كذا لا.
مواطن تعرف واحد شفار وتيبلغ عليه راه مواطن صالح. واليوم كاين التبليغ الحمد لله كما قلت لكم بواحد الطريقه بلا ما يعرف بلا ما تقول سميتك بلا ما والو. التليفون ديال واحد الرقم راه تعيط عليهم. ودابا من بعد هذا الرقم نهضر في واحد الحلقه كي قلتها لكم وراني سيت عليها بزاف، غنقول لكم على التبليغ والارقام اللي تقدروا تعيطوا للتبليغ بلا ما تقول لا سميتك لا والو. الو فلان تيدير صلاتوا على النبي باش نحاربوا الجريمه ديالنا. هذاك مول الحانوت واحد النهار كان السوق هو يجي من السوق، جا من السوق هو يجي عند الدرك الملكي. قال لي ما ودي ديك حليمه كانت تجي راه لقيتها في السوق. لقيتها في السوق قال لي مو غريب في الامر. قلت لها لاباس بخير؟ قالت لي قال لها ما جيتيش عند الحاجه؟ ما غاش يقول الحاجه. قالت لي لا ما بقيتش تمشي عندها. قال لها وقع بيناتكم شي حاجه؟ مطور ذاك الراجل ما قالش لي واش اخبارك انت؟ قالت لي لا لا خويا بقيتش تمشي لتما بقيتش تمشي لتما. تيقول تضرب معاه بالزربه وبغات تزيد في حالتها. وانت ولا خلينا غنسولك. هو يجي واحد قالت لي راجلي هو يجي واحد خينا قال لهم هذاك السيد تنعرفو كان ساكن هنا في الدوار وبعد من كان ساكن وتحول من عندنا ومشى وكنعرفو عنده سوابق مسخوط. كان واحد مسخوط الوالدين ولقيتها معاه وقالت لي لا هذا راجلي. هو يقول لي والو باس. قلت له ودي ما كاين باس. سولت واحد الحاجه تجي عندها وهذه هو يقول لها زيد يلا تحركي. قال عملوني واحد المعامله. اذا حليمه بنت من خلال الراجل ديالها تعرفوا بالحانوت وتعرفوا كان شاد عند واحد كان كاري عند واحد تما في الدوار ديالو. قول ما يرحل مشاو عند داك السيد عطاو المعلومات ديالو كامله. هذاك فلان ولد فلانه وفلان هذا وقال لي واش كان عندي شي ايام والشراب وندابزه وداك الشيء. عندك شي كارت ناسيونال ديالو ولا كذا؟ اييه عندي كارت ناسيونال ديالو. مشاو خداو لا كارت ناسيونال ديالو في نسخه وداوها للدار وقلبوها تيلقاو داك عامر كما تنقولوا مصرمل عامر بالسوابق ضرب ورجع السرقه كذا. هو خليل حليمه تبين بانه خليلها ولكن وليس زوجها اي تربطهما علاقه غير شرعيه. مشاو لك الشريف عرفوا المسكن ديالو فين كاين مشاو جابوه قبل ما يجيبوا حليمه. جابوه دخلوه لاباس بخير اش عندك مع حليمه؟ فين تعرف حليمه؟ شنو عندك علاقه بحليمه؟ لا انا ناوي نتزوج بها ان شاء الله. انسان يدخل سوق راسو. شحال انت معاه؟ وموداد يا اخي مودانا. واش تدير في الخدمه؟ وتنترزق ربي سبحانه وتعالى بحال كان شي بريكول تنخدمو تنديو رزقنا. مدوز الحبس اخويا ما كانش العقل ديك الساعه كنا فهمتي ما كانش العقل وكنا تنديروا المجرمات بزاف. هذه مجرمه شحال دوزتي الحبس؟ واش غنقول لك اولد عمي دوزتي 17 عام مفرقه طريفات عامين 3 سنين كذا. شحال باش خرجتي؟ اخويا هذه واحد العام دابا باش خرجت ولكن دخلت سوق راسي نمشي الجامع نعبد الله سبحانه وتعالى. الدنيا ما ديماش خويا الدنيا ما ديماش. ربي لا بغى يعفو راه تيعفو ساعتو. اسمح لي راه هذه هضرتهم كيفاش تيكونوا يهضروا معنا هنايا. هو راه مكحله نمشي معاك للدار ديالكم خويا نمشي معاك للدار ديالك فين ساكن. وانا واحد المحل عاطي لي الوالد تشوفوا خويا مرحبا انا ديال مرحبا. مشى مع الجدرميه مكارينو وما يمشي مع داك الموحل ديالو. بقاو تيقلبوا في الموحل ديالو وما لقاو شي حويجات من دوك المسروقين. عنده شي حويجات داهم من الحاجه. عندها واحد المكانه كبيره كان جابها ولدها صيفط عليها من اسبانيا مذكوره في المحضر ديال البنت بان ما كاينه شيء. عنده واحد الدبليج بقى يمكن ما باعوش كما قال هو خلاه تما خداو ديال من هذا الدبليج هذا. خويا الدبليج لقيتو الصراحه داين الثمن ليا. قلت السيده مولاتو شكون مولاتو؟ زيتو شفتو ما عرفوا لا داب ولا والو. او شي حويجات ديال الحاجه هزو دوك الحويجات ديال الحاجه هزو بعض الحوايج اخرين مشكوك فيهم كندير شي سرقه اخرى. جابوه دخلوه قال لي شوف معنا كاع ما تبدا تخربق ولا تضربق. هاد الحويجات هادو ديال الحاجه فين هي حليمه؟ راه قال لهم الصراحه نقول لكم واحد القضيه
شتي هاد الشيء هذا ديال حليمه، جابتو لي حليمه، انا جابتو لي، قالت خلي عندك هاد الدبليج، خلي عندك هاد المكانه، وخلي عندك هاد الشيء، بقاو عندي انا نوريكم حليمه. عيط على حليمه بالتليفون، قالوا حليمه واجي حدا السكه، شوفي واجي حدا السكه راه باغيك. حليمه جات الدرك سامع عليها، جات هزوها طلعوها، ولكن هنا كانت دارت واحد الخطه زوينه، تخدمت ان حليمه تعزلت بوحدها، وواحد الدركي قال لها شوفي بلا ما صدوا معك راسنا حليمه، انت عرفتي السيده تقتلت، وعرفتي انت ما مشيتش عندها 3 السيمانات وداك الشيء، حنا رجمنا هذا، عرفتي هذا اش قال؟ راه قال كلشي دايره انت، كلشي دايره. قالت لي انا ما دايره حتى شي حاجه، ما دايره والو، بقى يكذب عليكم وتثق فيا، انا دار معايا فعلا، درت معاه. قلت لي راه عندها الذهب المراه ولاباس عليها، قال لي بغا ندخل عليها، ندخل، قالت لي وي شوف دخل ولكن ما تقتلهاش، دخل ولكن ما تقتلهاش. قالت انا حليت ليه الباب، انا خدام عندها وداك الشيء، حليت ليه الباب، قال لي غير حل لي الباب، درت معاه الوقت وجا وحل الباب، ولكن هو غير دخل ماشي مشاتي يسد لها فمها زعما ولا كتفها كيما كيغطي لها وجهها ولا كذا كذا، هو غمشى هو ينزع عليها الراس هو يضربها. حليمه قالت للسلقوط راه الحاجه عندها الدفع، الحاجه عندها فلوس، تصيفط على ولدها راه كاينه تما من تجبد ليا واحد الربيعه، عندها دباج في يديها، راه عندها شي 3 ولا 4 دباج، شي 3 دباج في هاد اليد و3 دباج في هاد اليد ديالها، صرت لها نقولها لك، وراه عندها. المهم غنبقى نحل لك الباب الا بغيتي نتفاهموا، وانت طلع انا غنطلع للسطح بحال زعما تنقضي شي شغل، وانت دخل سد ليها فمها وداك الشيء، كمها وداك الشيء وكتفها ودير وهز داك الشيء وخرج، صلاه على النبي وعلمني وخرجوا. ولكن هو من دخل هو بنيه اخرى، جا مع واحد الزباره، حلت ليه الباب وهو غيدخل، دخل عند ام الحاجه ديريكت بوف للراس. الاخرى من حلت ليه طلعت فوق السطح، تقول حسب الاعترافات ديالها ضربها للراس، طيحها الاخرى بطات تلقى كلها دمايات، ولي ضربتيها ما ضربتيها، هزوا الدهيب هزوا داك الشيء وزادوا بجوج، اتفقوا على العمليه، انا غنطلع للسطح وانت اتاكيها، نحل لك الباب ونطلع للسطح كما قالت، حليت لي الباب طلعت للسطح، ولكن سمعت الضرب وداك الشيء، من نزلت سمعت شفتو صافي الراجل ضربه كلها دمايات ومسبحه مع انا دخلت غير نخرجوا بحالنا، ما كنتش نخرجوا بحالنا، عاونتي نحيتو السلسله، حيتي الدباج، عاونتي وديتي هزالي هاد الفلوس هما كذا عملتي وخرجتي انت وياه، خرج هو اللي وسلت وبقيتي انت قفلتي الزنقه خاويه وسلتي بجوج. شو هذا العمل اللي داروا هما بجوج، خدامه اللي كانت تجي عندها ومطلقه وعندها 2 وليدات كما تبين من بعد، وجالسين مع امها وتخدم بدرعها، مشات تعرفت مع شفار ديال الخلا، بقات تتعاود في القصارات، هي وياه تيكونوا مقصرين، هي وياه تتعاود لي على اسرار ديال ديك المراه، واش عندها وفي بجوجهم طاح فيهم الفكره، لان من الذهب باش يعرفوا الذهب عنقها، لان قالت لي عندها الذهب، هي مولات الفكره ديال راه عندها وكانت تجلس معاه وتحدث معاه، تهضروا الحاجه خدمتني في الدار وعطاتني 3000 ريال وعطاتني 6000 ريال في حالتي، ما تعاودش الداخل، لان كانت تعاود هي واحد 6000 ديال الدم هنا ولها لويز، وعندها هذه هي تتعاود ليه، هو شفار مجرم طمعنيت، زاد قال اكل نضربوا داكشي نحيدوا لها، هي مولات خطه، انت غنحل الباب وغنطلع للسطح، هي عارفه الدار فيها الباب فيها السطح، ولكن هو من دخل هجومي، دخل بوم ضرب المراه، هبطها وداو داكشي، جريمه شانيه مشات على دهيب، كان في يد المراه وكذا مسكينه، ما كانش تتخبيه، كانت تفرح به قدام الناس وتبينو، والسلسله في عنقب، تعرف العيال كبار تيبغيو يبينوا داكشي، تيبغيو يبينوا، الحمد لله اليوم ما بقاو شيء، تيبغيو يبينوا الدب في الزنقه وداكشي. وانا عندي واحد النبي بغيت نقولوا، كاين بعض العائلات تنشوفهم انا والله العظيم تتسلم عليا شي واحد تنباع، بعض العائلات تيمشيو في الزنقه غادي بولادهم دافع كروسه ولا غدا القفه وداكشي، تيدوك السلسله كلها ديال الدب هنايا، علاش لا تدير سلسله ديال الدب؟ كاين شي مناسبه، كاين شي عرس غدا ليه، وانت غدا بسله الخضره غدا المارشي، علاش ديك السلسله ديال الدب؟ زعما انتم شوفوا هاد الدب فلوسها شيطه عليا انا دايرها داب، فلوسها شيطه، واليوم ولاو واحدين بالموطورات، تيهبط بشويه مركب صاحبو تينزل تيدير المربف وشعر، تلقى يطيح في التروطوار، خويا جوج على موطور، جوج على موطور، واحد وقع بالموطور هي
شفتو ولا خرجه ثاني هكا هو يجبد هديه وركب على الموطور عنده جاكيطه حمراء، عنده جاكيطه حمراء. البوليس لا بغا يعرفوا من الجاكيطه حمراء خصهم نمشيو عند الشوافه. ان انت قلتي نبغي موطور كحل من جاكيطه حمراء، الشوافه نمشيو عندها وغتقول لنا رجال الله رجال الله هاد المراه اللي تسرقت الدوله ذهبها، هاد المراه وهادو من الموطور نقول لكم سميتو الجيلاني، نقول لكم سميتو بوشعيب طويل وقصير، هادشي هادو الشوافه. باش بغيتو يقولوا البوليس كاع ما شدوهم والبوليس كاع ما عرفوهم. هنا الانسان غدا لواحد العريس كان عيات اللي بعقلهم ومثبتين، من تبغي تمشي لواحد العرس تدي داك الشيء ما تديروش في عنقه، تديرو في شي صويك ولا في شي بسطام حتى توصل للعرس، حتى تلصق علينا وتلصق علينا وتلصق علينا، ومن تبغي تخرج من العرس تجي لواحد القنيه تحيد داك الشيء في الصويك ديالها باش ما يكون انتباه ديال وحدين اخرين. كاين غدا نمشي للمارشي وغادي ديري الذهب، غدا تيبقاو يديروها زعما شوفوا الذهب، هو راه عندها غير داك الذهب هو اللي تكسب زعما لاباس عليها، هو اللي عندها ديك السلسله. وهي تتبين بانه الذهب شنو هو الذهب ديالو الواحد هو فلوس الشيطه، الذهب هو فلوس شاطت عليها شاتها ذهب، ما محتاجاش ليها، عندها كل شيء في الدار، كل شيء ما خاصها حتى حاجه، وشاطت عليها ودارت الذهب. شحال وحده قتلت على الذهب، شحال وحده. هاد المراه مسكينه شنو سببها؟ انا دايبتها الدور بها مسكينه مراه كبيره ديها فوق بلا مناسبه تدور به خارجه به، الاخرى شافت ذاك الذهب قالتها السرقوط جاوب بجوج. تحكموا ب 30 عام الواحد بجوج، 30 عام. هذا البحث تقريبا استمر واحد تقريبا شهرين، البحث كان طويل ديال الدرك الملكي، ولكن كما قلت لكم بالمساعده ديال ذاك مول الحانوت. هنا تنهضر على التبليغ بالمساعده ديال ذاك الرجل الصالح اللي عاون وساعد، وحنا حتى حنا فاش كنا الشرطه القضائيه بزاف الناس ساعدونا على الجرائم، كاين اللي ساعدونا بزاف ساعدونا في الجريمه ما كانش تحلوا، ما كانش ذاك الرجل المخلص ذاك المواطن الصالح اللي تيعاون هذا ما كناش دخل نوصلوا لها. لا البوليس ما عندهمش خاتم سليمان ولا الدرك، دي فوا تتحل، دي فوا تخرج واحد مواطن صالح وتيوجهك لا فين وتعطيك الطريق. هادشي في العالم كامل. نتمنى من الله هاد الرساله تعجبكم، الرساله الاولى اللي قلت لكم على الدراري التنبيهات ديال ماشي غير شري ولدك موطور، راك مسؤول انت على الحوادث اللي تيدير، انت تهز واحد المسؤوليه.